السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم غادي نتكلموا على واحد الخبر نزل كالصاعقه، صعيب وصعيب بزاف اننا نتقبلوه. خبر كيزعزع الاستقرار ديال المشهد الديني والاجتماعي عند الجزائريين اللي هما الجيران ديالنا. واش تخيلتوا يوما ما ان الشعيره الدينيه اللي هي العيد عظيمه بحال عيد الاضحى، هذه الشريعه اللي عظيمه اخواني اخواتي، تقدر تمنع بقرار سياسي؟ يا اخواني اخواتي، هذا الشيء اللي كيروج دابا وبقوه في الكواليس وعلى منصات التواصل الاجتماعي بخصوص الجزائر وسنة 2026. احنا قدام زلزال حقيقي وقرار اللي بطبيعة الحال تأكد غادي يكون سابقة خطيرة وتحدي صارخ للمشاعر ديال ملايين المسلمين. خليونا ندخلوا في التفاصيل ونحلوا هذه الفضيحة اخواني اخواتي اللي غادي توقع في الجزائر واللي كتطبخ وراء الكواليس. كيف كنعرفوا كاملين، عيد الاضحى ماشي غير مناسبة عادية، هو ركن من اركان الفرح والتقرب الله عند المغاربة والجزائريين على حد سواء. ولكن الاخبار اللي جايه من تما كتقول ان نظام عبد المجيد تبون كيدرس جديا الغاء عيد الاضحى لسنه 2026. هاد الهضره ماشي غير اشاعه عاديه، ماشي غير هضره خاويه في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن جدل كبير نايض دابا. غادي تسولوني علاش؟ كيقول لك اسيدي ان القطيع قليل بزاف، ونفس الحاجه اللي كانت عند المغرب سابقا هي نفس المشكل اللي حاليا كاين في الجزائر، وما كاينش ما يكفي من الاكباش باش يغطيو الطلب كامل ديال الجزائريين اللي غادي يتوافدوا ايضا من خارج الجزائر. هنا كنطرحوا السؤال كمحللين، واش فعلا السبب هو النقص في الماشيه ولا كاينه امور اخرى كتحاك في الخفاء؟ اخواني اخواتي، هنا كنجيو للنقطه اللي ديما كنلاحظوها. النظام الجزائري وبالضبط عبد المجيد تبون كيبان انه كيحاول يقلد اي خطوه كيديرها المغرب. حنا كنعرفوا التاريخ ديالنا مع سنوات الجفاف وكيفاش المؤسسه الملكيه في المغرب كتصرف بحكمه وتبصر، بواحد الحكمه ورزانه كبيره بزاف تحت القياده الشريفه ديال الملك محمد السادس. ولكن التقليد الاعمى للبروتوكولات الملكيه المغربيه من طرف نظام الكراهله صبح واضح وضوح الشمس. واش هذا القرار ديال الالغاء هو محاوله فاشله باش يقلدوا الهيبه ديال القرارات السياديه المغربيه؟ التحليل المنطقي كيقول ان النظام تم تالف، وباش يغطي على الفشل ديالو في توفير الاضاحي بثمن مناسب باغي يهرب للامام ويلغي العيد كليا. هذه كارثه بكل معاني وبكل معنى الكلمه. وملي كنشوفوا الصفحات الجزائريه كتروج لهذا الشيء كنفهموا ان الطبخه قربت توجد وان مصيبه كبيره جايه غادي تضرب الجزائر. اخواني اخواتي، دابا خلونا نقارنوا، حيت بالمقارنه كيبان الفرق. في المغرب والحمد لله بلادنا كتوفر على قطيع كافي، وتقارير كتحضر على حوالي 40 مليون راس من المواشي. اذا الماده موجوده والقطيع موجود حاليا في المغرب، ولكن خاصنا نكونوا واقعيين حتى حنا ونحطوا الاصبع على الجرح. المشكل اللي عندنا حنا في المغرب ماشي في النقص بل هو الجشع، وهذاك الشناقه اللي كلشي باغي يربح، كلشي كيلقاها واحد الوجيبه باش انهم يضربوا الجيب ديال المغاربه. هما السرطان اللي كينخرج جيوب ديال المغاربه. الحكومه بنفسها اكدت ان الشناقه هما السبب الرئيسي في الغلاء ديال الاسعار، رغم ان القطيع كافي ل 40 مليون مغربي وزياده، الا ان الثمن مرتفع بزاف. وهذا الشيء كيطرح علامات استفهام كبيره على المراقبه في الاسواق. اخواني اخواتي، غادي كخلاصه لهذا المشهد الصعيب بزاف. الجيران في الجزائر غادي في اتجاه ديال الغاء العيد بنسبه كتوصل ل 90% بسبب ازمه القطيع وفشل السياسات الفلاحيه ديالهم، وهذا الشيء كيتعتبر فضيحه كبرى للنظام كيدعي القوه. اما عندنا في المغرب رساله واضحه للسلطات: درويش واكل العصا، لازم الضرب بيد من حديد على يد الشناقه اللي كيتحكموا في الاسواق. حنا بغينا كل مغربي يعيد ويفرح، وبغينا الثمن يكون في المتناول. غادي نوافيكم بجميع المستجدات على هذه القضيه، فشكرا للمتابعه والسلام عليكم ورحمه الله.